جالي النهارده جيفت تحفه من شركه جرين جو، وبجد اتبسطت جدا بيه. وتعالوا نعمله مع بعض انبوكسنج واوريلكوا انا جالي ايه من جرين جو، وان هو الحاجات فيه بجد فريش وتحفه ولازم تشوفوها معايا. يلا بينا. اول حاجه جالي ده اللي هي الخضار الفريش الجاهز. كتير مننا للأسف بيبقى عندهم مشكلة زي حالاتي، بيشتغل وقت طويل، وكمان بما إن يعني أخصائية تغذية فببقى مهتمة جدا إن الأكل يبقى فريش ويبقى حلو، بيبقى مفهوش مواد حافظة، ويبقى متأكدة من الكواليتي بتاعته وإن الخضار حلو ونظيف. بس في نفس الوقت عندي مشكلة في الوقت، فبجد لما شفت الحاجات دي انبهرت. تعالوا أوريكم حاجة من الحاجات طبعا اللي على طول بنكتبها حتى في النظام الغذائي وبنحتاجها على طول، حاجة زي الخضار المشكل او السوتيه. السوتيه بنكتبه كتير جدا، فهو عاملين حاجة تحفة ان حاطين كل الاوبشنز الموجودة في السوتيه موجودة في بوكس، فطبعا حاجة خطيرة والخضار شكله خطير وتحفة وبجد عجبني جدا. تعالوا اوريكم اللي بعده. كتير قوي بنبقى عايزين نعمل محشي، حتى لو محشي بطريقه دايت عادي يعني، وبيبقى عندنا مشكله في الوقت بتاع عمايل المحشي والتقوير والتقطيع والكلام ده. فبجد هما بيعملوا الحاجات دي والحاجه شكلها تحفه، والكواليتي لو بتشوفوا يعني بيرفكت، نظيف جدا وشكله حلو قوي، وبجد هيوفر لك وقت رهيب. يعني انا الحاجات دي لما شفتها حسيت ان هي بجد هتوفر لي وقت. كمان عندهم حاجات كتيره قوي على البيج عندهم، لما دخلت وبصيت في اوبشنز وحاجات كتير اكتر بكتير من اللي هما باعتينها، بجد هتساعد قوي وتوفر وقت. طيب ونشوف اللي بعده بقى. حاجه مثلا زي البنجر، الناس اللي بيبقى عندها نقص في حديد وبتكسل ان هي تقعد تعمل البنجر، فهم مقطعينه بشكل تحفه وجاهز ويجنن بجد. وبيبقوا حاطين جوه كمان مع الاوردر كارد بتاع الستورج ومعلومات عن الستورج، ودي بتبقى تحفه. ولو جمعتوا 10 كاردز هتاخدوا جيفت بوكس هديه، وطبعا ده حاجه تحفه منهم، بيشجعونا اكتر على الحاجات الهيلثي. من الحاجات بقى اللي جات لي وبجد انبهرت بيها، انا كبهير انبهرت، القلقاس والسلق بتاعه. انا من الشخصيات اللي بتحب جدا الخضار، فبحب القلقاس قوي، فان هم يبقوا موفرين القلقاس والسلق بتاعه، ودي حاجة بتبقى متعبة شوية وناس كتير بتكسل تعملها. وبجد شكل القلقاس متقطع نظيف وفريش وتحفة، وطبعا السلق بتاعه يعني لونه فظيع، لو انتوا شايفين من البوكس لونه تحفة. طبعا الباكجينج بتاعهم خطير، الحاجة متقفلة حلوة نظيفة، يعني تحس ان الخضار كده من نظافته يعني بيتكلم تمام. طيب اخر حاجة بقى جات لي في الخضار، مشكلتنا في السلطة. كتير قوي بكتب دايت، بكتب فيه سلطات، وبعدين الاقي معظم المشاكل في السلطة مش في السلطة نفسها على قد ما الكسل في تقطيع السلطة. تخيلوا بقى بيجيبوا السلطة كل حاجة متقطعة، فبالتالي انت تقدر تاخد من كل علبة جزء وتعمل طبق السلطة بتاعك بسرعة جدا وبسهولة جدا، ومش هيخليك تكسل خالص انك تبدأ الدايت. فدي من الحاجات اللي عجبتني جدا. عندهم طبعا على البيج برضو عصاير وفاكهة شكلها طبعا خطير، انا ما جربتهاش المرة دي، كله خضار. دلوقتي لو طلبتوا منهم في اي وقت هيبقى في خصم بتاعي انا الشخصي، لو كتبتوا دكتور 10 هتاخدوا خصم بالبرومو كود ده. فريت يعني لو اي حد هيطلب منهم يستخدم الكود ده عشان ياخد الخصم. وكمان ما تنسوش موضوع الكارد، لما تجمعوا 10 هتاخدوا جيفت بوكس، وهتلاقوني حاطه اللينك بتاع البيجز بتاعتهم في اول كومنت. دمتم بخير وشكرا جدا جرين جو على الجيفت التحفه دي. باي.